لا كده كده اللي فات ده كان يعني مقدمة تاريخية. قول الحته بسرعه، فاهم؟ مش لازم ماشي بالتاريخ يعني. ماشي. اتكلم. اتفضل يا باشا. آه في الخمسينيات والستينيات والسبعينات القرن الماضي ده، كان الداتا كانت صغيرة جدا عشان حجم الكرة الأرضية السكان اللي فيها كانوا قليلين جدا. لما السكان بقى بدأت تزيد قوي، فالداتا بتاعتنا بدأت تزيد بشكل كبير لدرجة إن إحنا مش عارفين أصلا نحسب الداتا بتاعت الكرة الأرضية قد إيه. لحد ما جت شركة اسمها IDC اللي هي انترناشونال داتا كوربوريشن، حسبت الداتا بتاعت الكرة الأرضية وقالت إن هي 4.4 زيتا بايت. الزيتا بايت دي اللي هي وحدة قياس الداتا، يعني أكبر حاجة يعتبر في وحدة قياس الداتا. بالتالي في أكبر منها، بس دي حاجة كبيرة قوي. دي يعني لو عشان تعرفوا إن هي كبيرة للدرجة دي 10 أس 21. تمام؟ يعني أنت أصلا عمر الكرة الأرضية والكون كله من ساعة ما الانفجار العظيم ده بالثواني 10 أس 20. أنتوا متخيلين إن الداتا أكبر من عمر الكرة الأرضية؟ في 2021 الشركه دي كانت حسبتها تاني، ولقت ان الداتا دي زادت بمقدار، يعني بقت 44 زيتا بايت. متخيلين الفرق في 8 سنين الداتا بقت عامله ازاي؟ يعني بقت كبيره قوي قوي قوي. فهم لما جم بقى يشوفوا الداتا دي، لقوا ان الداتا دي ليها كذا نوع: ستراكشر وان ستراكشر والسيمي ستراكشر. الستراكشر داتا دي اللي هي عامله التيبلز والريليشن داتا بيس العاديه خالص. دي هي الداتا، دي اللي هي الستراكشر داتا. بعد كده لقوا ان في حاجه تانية من الداتا عندهم، مش ستراكشر بس، مش ريليشن داتا بيس، لا لقوا حاجه سيمي ستراكشر. يعني ايه السيمي ستراكشر؟ زي انت عندك مثلا شيت الاكسل، لما بينزل لك مش بينزل لك CSV او XML، في حاجه اسمها جيسون، ملف جيسون. دي السيمي ستراكشر. وفي حاجه اسمها ان ستراكشر داتا. الداتا عبد بتاعتنا الله بتكون ايه يا يوسف؟ عبد الله مش الاكسل سامعك. المفروض ستراكشر داتا؟ لا الاكس ام ال هفهمك بقى، استنى بس هفهمك. آه... صلي بس على النبي. الانستراكشر داتا بقى كانت هي ايه؟ الفيديوز والصور والريكوردز والحاجات دي كلها. طب يوسف سألني سؤال بيقول لي هي مش الاكس ام ال دي مش مش ستراكشر داتا؟ انا هقول لك. هم الناس والشركات الكبيره بقت تعتبر ان السيمي ستراكشر مفيش حاجه اسمها سيمي ستراكشر، لا بقت كلها ستراكشر داتا. ليه؟ دلوقتي الاكس ام ال زمان ما كانتش زي دلوقتي. انت لو بتلاقي الاكس ام ال اللي بتتكتب ازاي، مثلا بتتكتب ما بين تاج زي بتاعت الاتش تي ام ال. لو انت عايز مثلا تعمل لوجن، فانت بتكتب لوجن ما بين تاج وبتقفل التاج وبتكتب اسم اللوجن اللي انت عايز في النص. تمام؟ دي بقت كود، دي الحاجه الحديثه. فهم بقى يعتبروا الحاجات دي structure داتا. حتى لما انت تيجي تتعامل مثلا في الماشين ليرنينج مثلا او في بيج داتا او BI، لما تيجي تتعامل مع شيء CSV او جيسون، هتلاقي ان انت بتتعامل معاه كان ريليشنال داتابيز وبتبدا تظبط فيه. فهمتني؟ فهم دلوقتي حاليا بقى يحسبوا السيمي ستراكشر داتا هو الستراكشر داتا. جميل. في نقطه جدليه قوي في الحته اللي ياسين فاتحها دي. لما جم قسموا البيج داتا بتاعتنا، قسموها المفروض هو مكتوب 3 في استخدامنا، اللي هي الايه؟ الفوليوم والفوليسيتي والفرايتري، صح؟ في بقى حاجه، في بعض الكتب مقسمينها 5، في بعض الكتب مقسمينها 4. تمام؟ احنا هنقول كله مع بعض يعني. تمام؟ الفوليوم هو حجم الداتا. حجم الداتا بقى كبير بشكل غبي قوي، اللي انت لدرجه ان انت مش عارف تحسب اصلا، ولا عارف تعمل عليها بروسيسنج غير بحاجات اكتر، بتكنولوجي اكتر. جميل. اما الفيلوسيتي، لازم تكون الداتا دي عشان كمياتها كانت كبيره، بقى لازم نشوف طريقه ان احنا نسرعها بيها. اما الفرايتري دي بتكون ايه؟ الفورمات بتاعت الداتا. انت الداتا اللي جايه لك مش بتكون، يعني في داتا تكون جايه لك بالجيجا، في داتا تكون جايه لك بالبيتا والحاجات دي. فاحنا لازم نظبط كل ده. في حاجه اسمها بقى فيراسيتي دي اللي هي كليننج الداتا، اللي انت تعمل كليننج للداتا. يعني ايه؟ هقول لك. انت مثلا الداتا بتاعتك هي عندك التاريخ في داتا معينه مكتوب بالانجلش كتابه كده، وفي تاريخ تاني الداتا مكتوب فيها بالارقام العاديه، او في دول بتكتب الشهر قبل اليوم، دول تانيه بتكتب اليوم قبل الشهر. فانت عندك ده بيحصل اختلاف جامد قوي اصلا في الداتا، لدرجه ان انت اصلا ما تعرفش تعمل اناليسيز او تتعامل مع الداتا دي لا غير لما تعمل لها كليننج.
تمام. دي لازم تكون في الحسبان. في بقى الفي 5 اللي هي الفاليو، الطريقه النتيجه اللي بتطلع لك. النتيجه اللي بتطلع لك دي بتشوفها دي نفس النتيجه اللي انت كنت متوقعها ان انت تطلع لك ولا لا. بس هم دول يعني. انا شرحت 5 بس، انا قلت 5 عشان كان لما جيت سرشت على جوجل او في كتب تانية كانوا قايلين 5، وفي كتب قايله 4، وفي كتب قايله 3، طب فاحنا معلش مش قول رقم عارفين. 4 تاني كده. وفي كتب اللي قايلة هي 7. اللي هي الفيراسيتي، صح؟ لا يعني اللي هي قول الاثنين غير الثلاثه اللي قدامي دول، انت النوعين التانيين ايه هم؟ ماشي. هو في فوليوم وبرايتري. ماشي، ثانية واحدة. برايتري ماشي. في الفيرستي اللي هي الداتا كليننج. انت لما بتيجي تعمل كليننج للداتا، تمام، انت الداتا بتنزل لك، انت الداتا بتجي لك من كذا سورس زي ما انت عارف. يعني انت مثلا الداتا ممكن تجي لك سي اس في، تجي لك بص لدرجه اللي احنا التطور اللي احنا حصل معانا في الداتا، اللي احنا بقينا يجي لنا داتا ستراكشر وان ستراكشر وسيم ستراكشر، ونبدا نعمل لها كليننج ونحول الداتا دي لتيبلز وحاجات نبدا نتعامل معاها. يعني انت دلوقتي في الداتا بتاعت الان ستراكشر داتا، جميل، انت بتجي لك كايه كصور. انت عندك الصور دي بتقدر تتعامل معاها ازاي اصلا؟ هقول لك. انت بتقدر تحمل الصوره بتجيلك. الصوره دي بتكون فيها ملايين من البكسلز. انت بتبدا تحدد البكسل دي 0 وانز. لو انت مثلا حاطط ورده في الصوره، فانت عايز تعرف الورده دي في اي مكان في الصوره، فانت هتبدا تقول اي مكان فيه ورده يبقى ب1. فانت يعني البكسلز دي كلها ب1 اللي في المكان اللي فيه الصوره. كويس. قفل ولا؟ اه قفل. بقول لك يا ده عبد من الله، عند هي اسمها معاك. ايه؟ اسمها ايه بتاعت كليننج الداتا؟ فيراسيتي. فيراستي. VERACITY. VERA. CITY. تمام. استنى لحد ما ياسين يفتح ولا حد يفتح مكانه. اصبر لغايه ما ياسين يجي. انا ممكن افتح عادي بس لا، نستنى استنى ياسين. افتح لكم. خلينا طيب نتكلم. هو كده السيشن برضو بيتسجل ولا؟ لا اه قفل. ولا بتسجل؟ اه صح، ده ياسين. اه ياسين، لا ياسين ده ما خرج، هو دخل ممكن يكون تاني قفل اهو. من عنده. دخل تاني. بس قافل المايك، استنى هيفتح دلوقتي. لحظه كده معلش، النت فصل على اللابتوب، بس مش خد عارف وقت. الريكورد إيه اللي حصل فيه دلوقتي. خد وقت. كده الريكورد كان مكمل ولا فصل ولا ايه؟ انا مش فاهم. هو اكيد فصل، فانت سجل عادي. يعني انت في جزء تسجل والجزء التاني لا، انت ابدا سجل من الجزء التاني. سجل فاتح من على التابلت، بيتفتح منين من على التابلت ده؟ انت داخل على الماك بوك ولا ايه؟ لا كنت عدل. انا كده هفتح تاني من على اللابتوب بلحظه واحده. طب اروح الحمام واجي يكون انا جيت ماشي. بس روح اه روح روح روح. روح. ماشي ما تقعدش ثواني دقيقة محشور كده، بس. حرام عليك. الريكورد شغال الحمد لله. مش وانا كمان اروح الحمام واجي. كده الماشين ليرنينج نزلت المحاضرة. يا راجل نزلتها امتى؟ اه نزلت المحاضرتين اهو. ماشين ليرنينج انترودكشن وماشين ليرنينج بروسيسنج. الحمد لله على السلامة. بقول لك يا يوسف، موقع الكلية كان اه بيجيب لي الجدول عادي اللي هو بتاع المحاضرات بس. وانا برضه قعدت يعني اعمل محدش. ريفرش. ايوه دلوقتي بقى ما بيجيبش اي جدول. كده هما بيعملوا الداتا، يعني بيرفعوا الداتا عليه.
ممكن يعني. افتح السلايد. افتح اهو. ماشي. يا رب ما تنزل. المفروض يحترموا فلسطين ويلغوا انا عندها الدم. يلغوا البتوع بتوعه. هنكمل يلا كده مسجل. ان بص اهو، ريكورد ستوب ريكوردنج، معنى كده ان الريكورد شغال تمام. طب حلو قوي. تمام، احنا قلنا الفي الرابعه اللي هي الفيراسيتي، اللي هي الداتا اللي بتجيلنا. طب ما هي جميل. الفيلوسيتي دي اللي هي الداتا، السرعه دي صح؟ لا مش الفوليسيتي، الفيراسيتي، VERACITY. لا معلش، لحظه بص هتلاقي واحده قولها تاني كده. فيراسيتي، لا سبيل الكلمه. VERACITY. اه اه ار ار اي اي ار اي RACITY. تي اي تي واي. فيراسيتي دي ايه الفيراسيتي دي؟ دي بقى انت الداتا لا، بتجيلك. ممكن اقول حاجة. قول يا نور. نيرة، قول يا نيرة. واحد على جروب لا ده انا نورة. واحد على جروب الداتابيز اسمه يوسف، بيقول ان بكره نزلوا في جدول داتابيز 3/5. لا معنى معلش كده ان احنا احنا ما سمعناش ممكن نبقى حاجه. معاه. واحد اسمه يوسف يقول ان بكره نزلوا في الجدول نعمل داتابيز الساعة 12. هو كده. طب واسمه نستنى لحد ما يوسف. انتبهوا ليه. هو الموقع بيحمل عنده، هو كده الموقع ممكن تكون الناس فعلا. بس ثواني يعني لما تحمل اقول لكم. ماشي. ماشي. ال اكمل. ال الفيراسيتي ديت بقى ايه؟ كمل دي انت بتعمل كلين للداتا ازاي؟ انت دلوقتي الداتا جايه لك من كذا سورس مختلف. جميل. مم. فانت عندك الداتا، التاريخ مثلا. اكزامبل بسيطه لك التاريخ. عندك في بعض الدول بيكتبوا الشهر قبل اليوم. بعض زي مثلا انجلترا فعلا بيكتبوا الشهر قبل اليوم. ماشي. مصر مثلا بتكتب اليوم وبعد كده الشهر. انت عندك الداتا، الحته دي بتفرق قوي، اللي انت ممكن تطلع لك اصلا نواتج فظيعه غلط لما تيجي تعمل اناليسيس، تيجي تطلع برودكت معين. فانت دي لازم تعمل كليننج للداتا دي قبل اصلا ما تعمل اي حاجه. حلو. فاهمني؟ فانت لازم دي من الفي الرابعه. ماشي. فهمت؟ فهمت اه. فيك بقى واحده خمسه اسمها فاليو. الفاليو انت دلوقتي بتكون متوقع النتيجه تطلع لك. النتيجه دي ممكن ما تطلعلكش باحسن صوره، او ممكن اصلا تطلع غلط من الداتا دي. فانت ساعتها تبدا تراجع بقى الداتا كليننج، وتشوف الفيتشرز بتاعت الداتا والحاجات دي. بس هي دي الفاليو يعني. دي مكتوبه في بعض الكتب، ولو جيت سرشت على جوجل هتلاقيها موجوده. أنت فاهمني يعني؟ مش بس انا بقول لك ايه الحاجات اللي موجوده اللي الدكتور قايلها، هم الثلاثه دول. كمل. ماشي. انزل قول كده اللي بعده عشان السلايد. اخش على السد اللي بعدها. طب كده ماشي كده. احنا عندنا بقى تعريف ايه تعريف الداتابيز. تعريف الداتا قصدي البيج داتا. تعريف البيج داتا باختصار، هم ملوش تعريف محدد. ليه؟ عشان دي حاجة عامة يعني، فيها نقطة خلاف كتيرة. بس هو كل اللي الناس متفق عليه إن دي كمية داتا كبيرة جدا، جاية من كذا ريسورسز مختلفة. أنت بتبدأ تعمل عليها بروسيس، وبتبدأ تعمل عليها كليننج، وبتبدأ تطلع منها انفورميشن. الانفورميشن دي بتوصلك نولج، والنولج دي بتطلع لك حاجة اسمها بريزدنت ده. انت ده عندك بريزدنت دي الحاجه البرودكت اللي بتطلع لك في الاخر. جميل. فانت عندك كل ما هتجيب داتا يا جديده، وكل ما عبد هتبني الله عليها. استنى. معاكي. ايه الداتا اللي بتطلع لي في الاخر؟ شيل البتاع خالص. آه معاكي كده ولا ايه؟ الصوت بيقطع الو. سيك. ايوه كده تمام. اسمها قول بقى ويزدم. كده. ويزدم. ويزيدنس. ويزدم. اه. ماشي. انت عندك الداتا بتجيلك داتا، يعني داتا معناها ان الداتا دي مش مهمه بالنسبه لك. لما الداتا تجيلك وانت ما بتعملش فيها اي حاجه، دي مش مهمه. تعتبر كانك ماسكه تليفون حديده من غير اي حاجه، من غير ما تكون عليها سوفت وير. الداتا دي بتبداي تطلعي منها انفورميشن. حلو. دي بتبقى حاجه اسمها ديسكريبتيف داتا، هي انفورميشن. بعد كده الانفورميشن دي بتبدا تطلعي منها نوليدج. النوليدج دي بتبقى اسمها
كان اسمها ايه؟ بريسيت، مش فاكرها قوي يعني. بس بعد معلش يا النولج عبد الله، بتطلع معاك. الكلام ده فين في السلايد؟ انا مش شايفه. لا ده مش موجود في السلايد، بس هو ده الدكتور كان بيتكلم فيه في العموم. واصلا البيج داتا يعني الاحسن انت ما تذاكرش من السلايد بتاعت الدكتور بالظبط، عشان الكتاب قايل حاجات كتيره قوي كويسه قوي، شرحه مبسط قوي يعني. بس انا بقول لك فكره تعريف البيج داتا بالعموم، حاجات انت لسه ما هتفيدك. بداتش في السلايد يعني؟ لا ما انا بقول التعريف بتاعها اهو. قصدي يعني لما توصل للسلايد تشرح الحاجات دي. انا كمل كمل. لسه هكمل الماب ريديوس والحاجات دي لسه هقولها يعني. جميل. ماشي. بس هو كل الفكره بتاعت الداتا، هي داتا كبيره بتجيب انت بتبدا تعمل عليها بروسيسنج بتاعتك، وبتطلع منها الانفورميشن والنولج ويزدون. بعد كده ايه؟ بتبدا بقى خلاص بتطلع برودكت معين لشركه معينه. تمام. طبعا الاناليتكس هي الاناليسيس وكده يعني. انزل كده. الو. حلو. في بقى في داتا، البيج داتا الكبيره دي عشان تبدا تتعامل معاها، يعني اكيد مش بتتعامل معاها مش بحاجه بسيطه او بابلكيشن سهل. لا، في حاجه اسمها هادوب. هادوب ده عباره عن تولز معينه تبدا تستخدمها عشان تقدر تتعامل مع البيج داتا. جوه الهادوبس دي في شويه الجوريزمات، او تقدر تقول عليها كده الجوريزمز يعني. جميل. لو انت عندك حاجه اسمها الماب ريديوس، يعني انت عندك ماب ريديوس واباتشي سبارك واباتشي فلينك، وفي الاتش دي اف اس متهيألي اسمه كده أنا متذكر يعني. المهم، ففي حاجه اسمها الاكسكيوشن مودلز. الاكسكيوشن مودلز دي بتعمل ايه باختصار؟ او دي اصلا يعني تقدر تقول عليها آه التنفيذ. الالجوريزم ده بينفذه على البيج داتا، ايه اللي بيحصل. فاحنا عندنا هنا مقارنه ما بين ثلاث الجوريزمات، هما الماب ريديوس والاباتش سبارك والاباتش ايه فلينك. نبدا نمسك بحاجه حاجه في الاكسكيوشن مودلز. اول حاجه بس في حاجه اسمها اللي هي اسمها الباتش بروسيسنج. يعني ايه اصلا باتش بروسيسنج؟ باتش بروسيسنج دي معناها انك بتجيلك البيج داتا، تمام، وانت مش بتعرف تتعامل مع البيج داتا دي كلها كقطعه واحده. لا، انت بتبدا تتعامل مع البيج داتا دي بتكسرها كقطع صغيره، ويبدا ياخد نتيجه من القطع الصغيره دي. جميل. وهو ده فعلا، يعني انت لو جيت بصيت على الماب ريديوس، هي دي فكره الماب ريديوس. الماب ريديوس اللي هو عباره عن ايه؟ بتجيلك داتا كبيره قوي، وانت بتبدا تكسر الداتا دي. زي مثلا مثال، مثلا لو انت عايز تحسب، عندك ليست فيها 100 رقم. ال 100 رقم دول انت هتبدا عايز تعمل الافريج عبد بتاعهم او الله، السم بتاعهم معاك. مش هما التلاتة أصلا باتش؟ مش الماب ريديوس بس؟ ايوه، لا الثلاثه باتش بروسيسنج اكيد. تمام. بس انا أيوه. بكلمك في حته الاكسكيوشن مودلز. الاكسكيوشن مودلز الباتش بروسيسنج بقى يتعامل اكتر مع الماب ريديوس. هم كلهم باتش، تمام، بس كل واحده في الاكسكيوشن بتاعه في طريقه مختلفه بيتعمل فيها. هو كالجوريزم يعتبر. فهو انت عندك في الماب ريديوس، هو انت زي ما بقول لك عندك ليست فيها مثلا مجموعه ارقام 100 رقم مثلا، وانت عايزه تجيبي السم بتاعت الليست دي. بتبدا تعمل ايه؟ بتقسمي ال 100 رقم دول لليست الصغيره. جميل. والليست الصغيره دي بتبداي تعملي عليها الايكويشن بتاعتك اللي هي السم. تقدر تطلعي الريزلت في الاخر، صح؟ الريزلت اللي بتطلع لك من كل الليست الصغيره دي بتبداي تجمعيها، وبتجمعيها فبيطلع لك ريزلت في الاخر. تلاحظ ان الكلام ده كله بياخد تايم كتير قوي بغباء. تمام. وبيكون عايزه لو انت عندك داتا كبيره، ما بتعرفيش تتعاملي معاها بشكل احسن. فاهماني؟ في حاجه بقى الاباتش سبارك ده اللي اكتشفوه قدام تاني، يعني عملوا فيرجن جديد فطلع الاباتش سبارك. ده بيعمل ايه؟ ده اسرع واحسن في التعامل في ايه؟ مثلا لو انا عندي داتا، الداتا اللي انا بجيبها دي مثلا اقول الليست دي، او اقول لك بلاش ليست، يعني خليها نقول مثلا مثال في الاكل. لما تيجي تعملي مكرونه بشاميل، مش انت بتاخدي مكرونه تحطيها في الحله، ولا بتمسكي الكيس تدلقيه كله وبتفتحي النار عليه؟ بتمسكي الكيس وتدلقيه كله بس. انت فانا قصدك ان عندي الست مكانها المطبخ يعني؟ ايه؟ قصدك ان الست مكانها المطبخ؟ يا عم ده كده كده احنا مش هنختلف في النقطه دي.
ايوه كده جدع. فانت عندك لما انت بتمسك كيس المكرونه وتحطه في الحله، هو بيبدا يعمل ايه بقى؟ بياخد، يعني تقدر تقول عليها كده بيجهز لك الطبق كله على طول على بعضه، ويبدا يديك المعلومات عنه. يعني انت عندك داتا فيها 100 ليست، صح؟ بص، داتا فيها 1000، يعني انت بتدخلها له 100 في 100 في 100 في 100. جميل. هو بياخد ال 100 دول يبدا يعمل عليهم اناليسيز ويطلع لك الداتا، يطلع لك البرودكت بتاعك. ياخد ال 100 التانيين يطلع لك البرودكت ده. في نفس الوقت بياخد تايم اقل شويه من ايه، من الباب ريديوس. قدام تاني، والاباتشي فلينك لسه طالع من 2019 ولا 2018 ولا 2020، حاجه زي كده يعني. ده انت بتعمل ايه؟ ده اللي بيجي لك بتعمله على طول يعني. انا بدخل الداتا واحده واحده، فانا مش بستنى مثلا لحد ما يبقى حد رقم 100 وبعد كده يبدا يعمل عليها البروسيس. لا، انا بيجي لي 1 2 3 4 5 6، واخد الواحد بعمل له بروسيس، الاثنين بعمل له بروسيس، اي حاجه بتجي لي على طول بعمل له بروسيس. لو ملاحظ ان دي الران تايم بتاعها سريع جدا جدا، ومش بيخليك واقف على حاجه معينه، سواء كانت ده صح او كانت ده غلط، هو بيبدا يتعامل معاك. انت فاهمني؟ فتقدر تقول كده باختصار ان الاكسكيوشن موديلز بيعمل ايه. ده هو عباره عن طريقه بتنظم بيها وبتنفذ المهام بتاعت البروسيس بتاعت الداتا. جميل. عندك ثلاثة اهو، ثلاثة الجوريزم او ثلاثة بروسيس، بتقدر تشوف انهي واحدة فيهم ملائم من على الداتا بتاعتك. الماب ريديوس، ودي طريقة بتاخد في الران تايم كتير يعني، وبتكسر الداتا، في الران تايم بتاعها فظيع الصراحة. ممكن تجي لك داتا تقعد ترن شهر شهرين كده. اما السبارك لا، هو اسرع شوية، بيبدأ ياخد الداتا يتعامل معاها كحتة صغيرة، بيبدأ ايه، وبيبدأ يطلع لك الريزلت بتاعتها. جميل. فعشان كده الاباتشي سبارك ده بقى حاجه اسمها نير ريال تايم بروسيسنج. عشان تبدا تتعامل مع السبارك، حاجه اسمها في الاكسكيوشن موديل اسمها نير ريال تايم بروسيسنج. اما الاباتشي فلانك لا، ده اللي جاي لك بيخرج على طول، جاي لك بيخرج على طول، فدي حاجه اسمها ريل تايم بروسيسنج. دول اصلا لو لاحظتوا كان في حاجه اسمها بروسيسنج باترنز ويز هادوب. دول شويه باترنز موجوده في الهادوب، منهم في باترنز معينه اسمها ريل تايم بروسيسنج او نير ريل تايم بروسيسنج. ودول الالجوريزم بتاعهم او الطريقه اللي بيتعامل معاهم، سواء كان فلانك او سبيك او سبارك، الاثنين دول من حاجه اسمها الباترنز بتوع الهادوب. جميل. بس حد عنده سؤال في دي او حاجه مش اسمها مفهومه؟ باترن ايه؟ اسمها بروسيسنج باترن، يعني هتلاقيها في السلايد اللي بعديها، بروسيسنج باترنز ويز هادوب. ماشي. حد عايز يسأل في الحتة الدكتور دي؟ قال لي السبارك بيشتغل بحاجة اسمها مايكرو. حاجة اسمها ايه؟ اسمها سكالا. تقصد ان الو. تقصد ان الاباتشي هو ليه اسمه نير ريل تايم عشان هو بيشتغل اصلا زي الباتش، بس بيعمل باتش بسرعه، فهو اسمه ميكرو باتشنج، وبيعمل حاجه في نص ملي سكند. ماشي. هقول لك أيوه السبارك، أيوه هو بالظبط، فعلا بيسبورت سبارك هو كل النير. نص ثانية. بالظبط، هو بياخد الداتا مش نص ثانية يعني. هو سواء سيبك من الوقت، كده كده مش هنتسال فيه. انا بتكلم اللي هو بيجي لك داتا، بيوقف الداتا اللي جايه له، يبدا يشتغل على الداتا اللي في ايديه، يطلع ريزلت، وبعد كده ياخد الداتا اللي جايه له تاني، يطلع منها ريزلت لوقت بقى معين. في حاجه اسمها فعلا اسمها ماكرو باتش بس. ودي بتشتغل يعني تقدر تقول اللي هو بيجمع الداتا، إيه؟ يشتغل عليها كلها اسمها مايكرو باتش، يبدا يشتغل على الداتا. جميل. بس انا هقول لك ليه دي الطريقه دي ما تنفعش دلوقتي. بيبدا ياخد الداتا اللي هي جايه له، بيشتغل عليها، عبد يوقف الداتا الله، الثانيه، بيبدا الطريقه يطلع دي منها هو اللي ريزلت وايه. بيشتغل بيها السبارك. بالظبط، ده اللي بتشتغل بقى السبارك. انا هقول لك ليه الطريقه دي بقت مكلفه قوي، بقت الاكسبنسيف كوست قوي، وبقت الطيب بتاعها بقى فظيع دلوقتي. ليه؟ زي ما انت عارف، انت مش بتشتغل على داتا اوف لاين، انت بتشتغل على داتا اون لاين، حاجه اسمها ستريم داتا. الداتا في منها نوعين، باتش داتا وستريم داتا. الباتش داتا دي بتشتغل على حاجه اسمها اوف لاين داتا. اوف لاين داتا دي اللي انت عندك داتا سيت زي اللي انت بتشوفها على كاجل يا يوسف، 100 رو و100 كولوم،
تبدا تتعامل معاها، مفيش حاجه متغيره، انت عارف اولها من اخرها من الاخر. جميل. اما الاستريم اونلاين، يعني مثلا زي بتاع جوجل، زي تقدر تقول عليها على فكره الاستريم حاجه من الاي اي، حاجه من ماده الاي اي. يعني لما تيجي تذاكر ماده الاي اي هيجي بيقول لك ستريم. هديك مثال عليها زي بتاع جوجل ميل. جوجل ميل بيجي لك الرسائل، مسجات كتيره، وفي مسجات بتخش في السبام لوحدها، لو انت عارفين السبام. طب المسجات دي بتروح ليه للسبام؟ في ممكن رسائل تلاقيها مهمه، رسائل لا مش مهمه. فانت كده يعتبر انت بتتعامل مع اونلاين داتا، وتقدر تقول عليها زي جوجل مثلا. جوجل بيتعامل على طول اونلاين داتا، الداتا اللي بتجيله كل واحد بيعمل ايميل على جوجل، وملايين من الايميلات بتتعمل كل يوم على جوجل. فانت يعتبر جوجل ده بيشتغل على اونلاين داتا اللي هي ستريم داتا. فانت مثلا عندك في اباتشي مثلا، انت زي ما انت قلت بيوقف الداتا ويبدا يشتغل على الداتا اللي معاه، ويبدا يطلع عليها يطلع ريزلت معينه، وياخد الداتا الجديده لفتره من الوقت يعني. طب انت هينفع لك الكلام ده في الاونلاين داتا؟ حد يرد عليا بقى. الاونلاين داتا ايوه حد عادي ينفع يعني يا عبد الله. ينفع، بس الوقت. انت بص، انت قاعد- باختصار بص، ال- هو بص ايه انا اللي اقصده، ان الدكتور قال ان الاباتشي سبارك والاباتشي فلينك الاثنين بيشتغلوا على ستريم داتا اللي هي داتا اونلاين. الفرق بينهم ايه؟ قال لك ان الاباتشي بيشتغل على الستريم لكن بطريقه الباتش زي ما انت قلت، اللي هو انا همسك كل الداتا اللي جايه لي المب كلها، بس مش هاخدها بالظبط. كلها مره واحده، انا هاخد جزء جزء جزء. بالظبط هقول لك انا حاجه. بص، انت دلوقتي حاجه في العالم كله او في كل الشركات بتدور على حاجتين، ايه هما؟ برودكت يطلع لي بوقت بسرعه قوي، والبرودكت اللي يطلع لي ده يطلع لي ككواليتي عاليه جدا. يعني أنا ممكن اطلع لك برودكت بس الكواليتي بتاعته مش عاليه، تمام، بس انا عايز كواليتي عاليه جدا. بس انا حته التايم دي هي اللي هي اللي هتقدر تبقى عائق ليا لما ادي الاونلاين داتا، والسبارك بيقعد يوقف الداتا كل شويه، بيخلص الداتا اللي في ايده. طب ما انا عندي فلانك بيخلص الداتا واحده قوي على طول، اللي بيجي لي بيخلصه. فانا هستخدم ايه من وجهه نظرك؟ لو انت مثلا صاحب شركه يا هتستخدم ابني ايه؟ انا عارف ان الاف لينك هو الفلانك هو احلى من السبارك. بالظبط. انا بقول لك انا عارف الاثنين بيشتغلوا على ستريم على فكره. وعلى فكره الماب ريديوس على ما اعتقد، انا قريت في حته كتاب مش فاكر كان كتاب ايه. بيسبورت اه بيسبورت بيسبورت الاستريم. في دلوقتي في الاكستنشن اللي نازله بيسبورت في الايه في الاستريم. بس فدي كل الفكره. في برضه حاجه تانية ان يعني حاجه كده الدكتور كان بيتكلم فيها في المحاضره، ان كل سواء كان الماب ريديوس او السبارك او الفلينك، كان بيبقى فيهم لغات برمجه اول ما طلعوا. كان الماب ريديوس على ما اعتقد يعني مش جافا. متاكد من المعلومه دي. اول ما طلع كان جافا فعلا، وكان اكتر حاجه فيه كانت مستخدمه الجافا. والجافا الران تايم بتاعها فظيع، بس الاحلى منه السكالا. في حاجه اسمها سكالا طلعت، الران تايم بتاعها طلع. البايثون يعني اوحش ران تايم هتشوفه في حياتك، مش يعني بجد. بس زي ما الدكتور قال لك، هم فعلا كل بتوع الداتا ساينس او الداتا اناليسيس او بتوع الماشين ليرنينج بيستخدموا بايثون. بايثون. عشان كده بيبداوا يتجهوا ناحيه البايثون في البيج داتا، عشان كل اللي جايه لك، الناس اللي شغاله كلها داتا ساينتست، داتا اناليسيس، بيج داتا كده يعني. فهو انت عندك الجافا هي اسرع لغه يعني ممكن تقول عليها. دلوقتي بقى في حاجات اكتر واكتر بقت تطلع. الفلانك على فكره في منه فيرجن نزل قريب قوي، والفيرجن اللي جاي ده بيدعم كذا لغه ولغات كتيره طالعه. جماعة ودلوقتي معاك. معلش، أنا مقدر والله مجهودكم، بس ممكن ما نخشش في مواضيع جانبية كتير عشان إحنا بقالنا 40 دقيقة في أول سلايدين بس. خلاص ماشي، هنخش أنا في مقدر البعض. المجهود والله، بس عايزين ننجز شوية عشان لسه السلايدز ساعة 21 سلايد. ما تقلقش يعني. يا عم بنام بدري، أنا بنام معظم الساعة 10:30. الحاجات اللي موجوده في السلايد دي ماشي قشطه. بص هنكمل. طيب في بقى حاجه اسمها هو الجدول نزل معاك ولا لا؟ بس قبل ما انسى. أنا بجرب أهو، أول ما ينزل معايا هقول لكم. اه نزل عندي اهو، بس لسه اشوف. ما نزلش السكاشن عندي. هكمل. في حاجه بقى اسمها الايتريتيف اناليسيس. دي تقدر تقول عليها الانتراكتيف. انتراكتيف، اقصد اناليسيس، انا اسف يعني عيني سرحت. الانتراكتيف اناليسيس دي اللي انت بتقدر تقول بتستعرض، تعرف الداتا بتاعتك دي فيها ايه. عندك في الماب ريديوس
فهشرح لكم بمثال. لو انت عندك كلمه معينه عايز تسيرش عليها في دوكيمنت كبير قوي، هتعمل ايه؟ كل اللي عليك ان انت بتسيرش على الكلمه دي. انت بتكتب الكلمه صح؟ الكلمه دي لما بتدوس سيرش مش هتجيلك، مش هيحصل لك في الاول، لا ده انت الماب ريديوس بيعمل لك ايه؟ بيعمل طلب، انت كانك بتقدم طلب اللي هو انت عايز تسيرش على الكلمه دي، وبعد ما تقدم الطلب بتستنى الماب ريديوس يوافق او يرفض، يديك الاكسبت. اول ما يديك الاكسبت تبدا البروسيس تشتغل. تمام، فده بياخد تايم رهيب رهيب قوي. مثال تاني، لو انت رايح شؤون الطلبه عندنا في الكليه، مش بتديله ورقه المترو؟ ورقه المترو دي بيجي يقول لك تعالى خدها بعد، يعني تعالى خدها تاني يوم. ممكن تيجي تاني يوم يجي يقول لك ورقه المترو دي ما تنفعش ليه؟ عشان الصوره. جميل. فانت عندك الصوره هتضطر ايه؟ ده كده خدت ايه؟ ريفيوز، انت كده رفضت. اول ما يديك الاكسبت هتبدا تكمل باقي البروسيس ان انت تروح تعمل في المترو كده. اما الاباتشي سبارك، الاباتشي سبارك تقدر تقول عليه كده بيدردش معاك، عامل زي، اديك مثال بس هو مش هو يعني، بس ده حاجه قريبه منه. عامل زي الشات. الشات عندك لما انت بتكلمني انا بديك الرد في ساعتها، تكلمني اديك الرد كده. فهو انت لما بتيجي تسرش عن معلومه بيجيب لك الاسترج بتاعك على طول. ده زي تقدر تقول عليه كده آه مثلا زي مايكروسوفت ايجنت. لما انت بتيجي تسيرش عن حاجه بيجي لك الحاجات، الكلمه اللي انت عايزها في البي دي اف. طب اما بقى الاباتشي فلانك ده بتعمل ايه؟ ده يعتبر، حد فاتح المايك؟ ايه في المايك؟ الاباتشي فلانك ده انت بتعمل ايه فيه؟ عامل كده كانه لايف شغال معاك، اللي هو انت آم، اي حدث بيحصل في حياتك هو انت شايفه، يعني كاننا لايف قدام بعض. فاهمني؟ الشخص ده قدامك وانت بتتكلم معاه. هو ده ايه؟ هو ده الاباتشي فلينك. تقدر تقول كده بقى باختصار خالص ان الايتريفر، قصدي الانتراكتيف اناليسيس دي عباره عن ايه؟ عن سرعه الرد او الداتا اللي بتطلع لك من الداتا، البيانات اللي بتطلع لك من الداتا بتاعتك. بس فانت عندك الماب ريديوس بياخد وقت شويه عشان تستنى الريكوست اللي هيجي لك سواء كان اكسبت او ريفيوز. اما السبارك بيتعامل معاك كدردشه. اما الفلانك لا، فلانك اونلاين معاك، يعني تقدر تقول عليه لايف معاك واحد اول باول. في حد عنده سؤال في دي؟ زي الفل قوي يا معلم. جميل. في بقى الايتريتيف بروسيسنج. دي بقى ايه؟ عندك تقدر تقول عليها الحاجات الداتا اللي بتجيلك ممكن ما تجيلكش مره واحده، لا بتجيلك اكتر من مره. جميل. يعني انت مثلا لما بتيجي ترن الكود مش بيمشي سطر سطر، صح ولا لا؟ هو لما بيمشي سطر سطر كده فهو معناه اللي هو اصلا مش عارف الداتا بتاعته، وبياخد في الران تايم كتير. في كومبايلرز بترن اول ما بتشوف الكود هي عارفاه، خلاص الكود ده اشتغل عندك كده فانا عارفاه. الماب ريديوس بيشتغل على حته اللي هو الداتا اللي بتجيلي بتدخلها لي، بمشي عليها مره وبيطلع لك ريزلت. تمام. طب انا لو رنيت تاني بعمل نفس الكلام، برجع اقرا الداتا من اول وجديد وبطلع لك ريزلت. طب انا مش عايز كده، انا عايز الداتا خلاص تكون الكومبايلر حفظ الداتا دي بتعمل ايه على طول، يرن لي ويطلع لي الريزلت بتاعتي بشكل اسرع. اما في الماب ريديوس لا، ده هو بيقعد يلف ويدور، يلف ويقعد يرن، يلف ويطلع لك ريزلت. فده غلط، عامله زي اللوب ما بتخلصش من الاخر. اما الاباتشي سبارك لا، الاباتشي سبارك انت بتعمل ايه؟ كل اللي عليك انك ترفع الداتا وهو بيقراها مره واحده. المره الواحده دي بيبدا يطلع لك عليها ريزلت، بس خلاص كده اتحفظت عندي. في بقى الاباتشي فلينك. بس استنى، لو انا شلت الاباتشي سبارك، لو انا شلت منه الداتا، دي نقطة الاختلاف. لو انا شلت منه الداتا هو خلاص كده الداتا هو مش عارفها. اما بقى الاباتشي فلينك بمجرد ما انا بديله الداتا بيقراها على طول، ويبدا هو يطلع لي الاناليسيس لوحده من غير ما انا اعمل له اي حاجه ولا اقول له اي حاجه. هو بيطلع لي كل التفاصيل اللي في الداتا بسرعه جدا. طيب لو انا شلت الداتا بتاعتي وجبت داتا جديده هيعمل لي نفس الكلام. طب لو انا رجعت الداتا القديمه هو خلاص عارفها، مجرد ما ادخل الداتا مش هيقراها من اول وجديد، لا هيدخل الداتا هيروح مطلع لي الريزلت على طول، مش هيقراها كلها تاني وبتاع. فتقدر تقول كده باختصار ان الايتريتيف بروسيسنج دي عمليه التكرار اللي بتحصل على الداتا بتاعتك. انت بتقعد في الماب ريديوس بتقعد وتعيد وتزيد وتعيد وتزيد في الداتا وبيطلع لك نفس الريزلت على فكره. مش يعني يا ريت بتعيد وتزيد ويطلع لك ريزلت احسن، لا بيطلع لك نفس الريزلت. اما السبارك بيطلع لك يعني بيقراها مره واحده ويطلع لك الداتا ايه؟ بيطلع لك الداتا على طول.
بس في حاجه لو شلتها مش كاني ما اعرفكش، لو انت بعدت عنك كاني ما اعرفكش. اما فلانك لا، فلانك مجرد ما بتدخل له الداتا بيقراها بسرعه جدا وبيطلع له الريزلت لوحده، بيطلع لي ريزلت فيها تفاصيل وتفاصيل اكتر. ولو شلتها لو شلتها من الجهاز عندي ورجعتها تاني هو عارفها خلاص. حد عنده سؤال في دي؟ زي الفل. تمام. اقلب كده يا ياسين. حلو. في حاجه بقى، في حاجه اسمها processing patterns with Hadoop. آه اول حاجه في شويه انماط او باترنز نبدا نستخدمها مع البيج داتا. في شويه كتب، كان يعني الكتاب بتاع الدكتور كان قايل 4 باترنز، وعلى فكره كل باترن المفروض ليه شابتر معين يعني بيتشرح في الوقت. بس في كتب تانية كانت قايله باترنز اكتر. فانا هقول الاربعه دول وهقول فكره سريعه على الباترنز التانية. اول حاجه باترنز اللي هو انزل كده شويه مش شايف. الو. استنى، لا لا خلاص. عايز اني سلايد؟ لا، هات بتاعت الريتريفل بروسيسنج. ماشي. بس الانتراكتيف سيكوال. الانتراكتيف سيكوال ده عباره عن ايه؟ بص، انت لما بتيجي تسرش في الداتا، تمام، بتكتب جمله معينه، صح؟ الجمله المعينه دي احنا بنسميها كويري. هي بتترجم في الجهاز كانها كويري، كانك كويري انت اديته للجهاز وبيبدا ينفذها لك. فانت لما بتيجي تكتب حاجه عن الهدوب مثلا، ده في السيكوال مثلا، فانت بتيجي عند الهدوب. هو انت عارف ان الهدوب بيبقى فيه حته الاستراكشر داتا. فانت بتكتب جمله سيكوال، هو بيدعم الحته دي بقى. هو بيجي يقول لك اي حاجه انت بتكتبها، سواء مثلا كتبت انا عايز اعمل تيبل، تمام، هو بيبدا في الهدوب لوحده بيكريت التيبل وبيكتب الكود كله لوحده وبيبدا يطلعه لك وبيرن عادي بشكل كبير. لدرجه ان كان في دوكيومنتات اسمها آه اسمها لايك امبالا دي اصلا معموله كلها هدوب. ليه؟ يعني لو انا كتبت له تكست عادي خالص وهو بدا يعمل لي الريليشنال داتابيز وكود السيكوال لوحده من غير ما انا اعمل اي حاجه. بص، عامله زي شات جي بي تي. لما انا بقول له مثلا اعمل لي تيبل بسيكوال، مش بيكتب لي الكود، هي زيها بالظبط كده. دي اول حاجه في الباترنز اللي هي انتراكتيف سيكوال. انزل كده عبد تاني. الله، عبد الله معلش ثانية معاك. بس. انت دلوقتي الانتراكتيف، انت قلت ان الهدوب اللي هو الماب ريديوس بيدعمه صح؟ اه. طيب ازاي واحنا لسه قايلين فوق ان الانتراكتيف اصلا مش بيدعم؟ ايه؟ لا، أنا مش بقول لك الماب ريديوس، ما قلتش الماب ريديوس هو اللي بيدعمه. انا بقول لك الهدوب هو اللي بيدعم الانتراكتيف. يعني انت عندك الهدوب ده برنامج كبير جميل، عامل زي يعني مثلا تقول عامل زي الفيجوال ستوديو. بيبقى فيه شويه اكستنشن انت بتنزلها وبتبدا تكتب عليها الكود. فانت عندك مثلا لو انت نزلت ماب ريديوس وجيت كتبت عليه سيكوال، اكيد مش هيدعم الانتراكتيف خالص. طب انت لو جيت نزلت اللهم صل على النبي، اللي اسمه ايه ده؟ كان الانتراكتيف اسمه ايه؟ سيكوال هي دي الاكستنشن دي هتخليني اقدر اشتغل بالداتابيس بتاعتي الطبيعيه وتخلي بعد في الاخر تحولها للماب ريديوس. بالظبط. لا بتحولها هي في الاخر. انت بتكتب كود داتابيز، انا بتكلم في حته الكود ايوه ده داتابيز. اللي اقصده. بس انت بقى عندك في الاباتش في السبارك والفلينك، انت مجرد ما بتقول له انت عايز تيبل، خلاص هو اوريدي فاهم اللي انت عايزه. مش لسه انت لازم تعمل له كود ويبدا يرن تدخل له الداتا بتاعتك. فاهمني؟ ده بياخد تايم كبير قوي. زي ما قلت لك، انت عايز تايم قليل جدا ويطلع لك برودكت كويس قوي. فاهمني؟ ايوه، يعني الانتراكتيف سيكوال دي عامله زي كانها اكستنشن بتنزل عشان تخلي الماب ريديوس يتعامل مع الكويري داتابيز، صح كده؟ بالظبط. يعني بالظبط. انت عندك على فيجوال ستوديو، لو انت عايز تكتب بايثون مش بتضطر تنزل الاكستنشن بتاع البايثون. امم ده لو بس استنى، انت بتنزله ليه؟ انت بتعرف تنزله ليه؟ عشان الفيجوال في انتر اكتيف للبايثون. لو ما فيهوش مش هتلاقي اصلا الاكستنشن بتاع البايثون موجود. تمام. بس دي كل الفكره. انزل. طب ايه يعني الامبالا وايه الهيفي اونتيز دي والحاجات دي؟ دي شويه اكزامبل دوكيومنتيشن اتعملت بالانتراكتيف سيكوال، اللي هي اللاما واللايك هاف اون تيب.
في شويه تولز طلعت بسبب الهدوب. طيب دي الو. يعني يعني الانتراكتيف سيكوال ده الباترن دوت بنزله بيتعامل مع الداتا، هو يظبط الداتا زي الداتا بيس كده، بعدين يحولها لماب ريديوس. بالظبط كده. ماشي، يعني ده الباترن رقم واحد. ده باترن رقم واحد. في بقى باترن تاني اسمه الاتريتيف بروسيسنج. ده باختصار بقى بيعمل ايه؟ ده زي ما احنا قلنا الاتريتيف بروسيسنج دي يعني معالجة التكرار. لازم اعالج التكرار اللي بيحصل لي في الداتا، اللي انا مش عايز اكرر الداتا كتير على نفس البيانات. في نفس الوقت انا عايز اطلع منها ريزلت جديده كل مره. فانا بعمل حاجه، انت عندك الهدوب بيدعم لك حته الاباتشي سبارك والايه والفلينك، بيدعم حته عامله زي مكتبه بتبقى بتسبورت الهدوب، بيسبورتها في حته في الاباتشي سبارك. فهو ده الايتريتيف بروسيسنج باختصار قوي، يعني اللي انت تقدر بتعزز او الو. وانا صوتي صوتك بيقطع. بيقطع يا عبد الله. اه صوتك ستوب قطع يلا. في اخر معلش. ربع ساعة. ربع ساعه كلها. يا عم بهزر، لا اخر جملتين دول. حلو. هو انا بقول لك الايتريتيف بروسيسنج دي عمليه التكرار. يعني انا مش عايز احط داتا واقعد اكررها كل شويه. فانت لو ملاحظ الماب ريديوس في حته البروسيسنج، الايتريتيف بروسيسنج اصلا مش موجوده. فهو عشان بيقعد يكرر الداتا كتير، فدي هتبقى حاجه وحشه. اما لو انت بصيت في حته السبارك وحته الفلينك، لا هتلاقي الايتريتيف بروسيسنج موجود. هو ده يعتبر زي ميني الجوريزم فعلا، زي ما قلت مكتوب كده، الجوريزم صغير بيتعمل عشان تخلي لك الداتا دي ما تتعملش. عندك مثلا زي كود الماشين ليرنينج. بص، كود الماشين ليرنينج انت لما بتيجي تكتبه بيطلع لك اكيورسي معينه مثلا 98%. يعني نسبه الدقه بتاعت الكود بتاعك 98%. تيجي ترنه تاني تلاقيه بقى 85%. طب ازاي وانا كاتبه وانا برن متاكد ان هو 98%؟ ده ترجع بقى ساعتها لحته ايه؟ الايتريتيف بتاعك انت عامله ايه، سواء كنت عشان انت كل شويه بترجع تقل الداتا، فالاكيورسي بتاعتك بتقل. فاهمني؟ شوف انت شغال ماب ريديوس ولا شغال فلينك ولا شغال ايه. بس انت لو شغال فلينك ده اكتر اكيورسي هتطلع لك. طب يعني عبد الله الايتريتيف بروسيسنج دوت بيشيل الداتا المتكررة. مش بيشيل الداتا لا متكرره، لا مش الداتا متكرره. لما بيجي يلف على الداتا، انت عندك الداتا مثلا 100 كولوم، انت عشان تفهمها مش لازم تقرا كولوم كولوم. اه هو بقى بيقعد يلف عليها، المابريدوس بيقعد كل شويه يلف عليها يلف عليها يلف عليها، وبيطلع لك نفس الريزلت. عندك الفلينك لا، هو خلاص اول ما بتدخله الداتا هي مره واحده بيطلع لك قصدك ريزلت احسن مش بكتير قوي. بيكرر، مش بيعمل بروسيسنج متكرر يعني. بالظبط، مش بيعمل بروسيسنج بتتكرر. اللي هو موجود في السبارك والفلينك. ممكن اه. اقول حاجه انا فهمتها. قول. هو انا اللي فهمت ان الحاجات دي اصلا بتشتغل مع الماب ريديوس. يعني انت قايل ان الفلينك والسبارك هم اصلا متدعمين فيهم. فانا القضيه عندي دلوقتي في الماب ريديوس، فانا هنزل له حاجه اللي اسمها الايتريتيف بروسيسنج. هنزلها له ليه؟ لان هو مش بيدعمها. طب ايه هو فايده اصلا مش الايتريتيف بروسيسنج بيدعمها دي؟ ايوه، ما بقول لك بنزلها له عشان هو مش بيدعمها. انت بتقول اللي انت فاهمه يعني. انا فاكرك اه كنت بتسأل. ماشي قول. لا تمام. فهو انا نزلت الداتا بروسيسنج دي عشان هو مش بيدعمها، فانا بخليه كده يدعمها. طيب هو الماب ريديوس لما كان بيشتغل كان بيعمل ايه؟ بص زي ما مكتوب هنا، انا دلوقتي لو هاجي اعمل رن، فانا مضطر اروح للديسك اجيب الداتا سيت واروح محملها من الديسك احطها على الميموري واروح ايه قارئها. اول ما اخلص قراءه الداتا سيت دي هتتمسح من الميموري. فانا لو عملت رن تاني هعيد نفس الحوار، هروح للديسك وارجع للميموري. ففايده الايتريتيف بروسيسنج دي بقى هثبتها لي في الميموري زي ما هو لو هو وركينج سيت ان ميموري كومبارد تو ما هي لودنج فروم بالظبط انت ديسك 1 عندك. اتش iteration. هو هو انت اصلا بتحط الداتا بتاعتك فين؟ اكيد في الميموري. واصلا البروسيس ايوه بتاعتك اصلا بتتعمل فين، والريزلت بتطلع لك انا على الميموري. اقصد بس هو انا اقصد الفكره كلها ان هو بيملى الميموري، بياخد سايز من الميموري، وفي نفس الوقت الران بطيء اصلا جدا. فاللي هو انت ما انا اصلا بقى مش مهم اللي هو انت. ما قول سامع. ما انا اقصد ان هو ايه، انت قبل الايتريتيف بروسيسنج دي انت كنت بتشتغل ازاي؟ تقعد تروح للديسك تاخد الكوبي وتروح للميموري بعد كده ترجع تاني للديسك وهكذا. بعد بالظبط الايتريتيف دي فانت. خلاص انت خدت كوبي واحده حطيتها في الميموري، انت ممكن خلاص بقى تقدر تعمل عليها اتريتيف بقى، ممكن ترنها اكتر من مره وهي موجوده. فانت كده حسنت من سرعه الماب ريديوس شويه.
بالظبط كده، الله ينور عليك. طب يعني عبد الله كده من الاخر البروسيسنج باترنز دول بنزلهم علشان اقدر اجيب المميزات بتاعتهم واحطها في الماب ريديوس عشان هو ما فيهوش الحاجات دي، صح؟ بالظبط، انما يعتبر الفلينك زي والسبارك دول اكستنشن كده او كده كويسين الجوريزم مش معين. محتاجين حاجه. لا عادي، ممكن تنزله برضه. خلاص ماشي. بص، ما انت عندك البرنامج بينزل لك ابيض، معلوش حاجه. جميل، انت مثلا اخترت ان انت هتشتغل بالفلينك. فلينك فيه كل ده، بس هو انت موجود فيه بس هو بيدعم حته الايتريتيف بروسيسنج، فنزله عشان يشتغل. اما حته الماب ريديوس، وانت بتشتغل ماب ريديوس مش بيدعم حته الايتريتيف اصلا، فانت لما تيجي تنزله هتلاقيه اصلا مش شغال. فهمت؟ يعني الباترن ده مش هيشتغل على الماب ريديوس؟ ما هو بقى اطلع فوق كده في التيبل، هتلاقيه ايوه انا بيقول لك فاكر انا دوت فاكر ايوه. ايتريتيف، مش بيدعم اصلا الايتريتيف. يعني يعني الحاجات دي كلها ما بتشتغلش مع الماب ريديوس. بالظبط. هو احنا الايتريتيف بقى. بروسيسنج والايتريتيف سيكوال والانتراكتيف سيكوال ايوه. قصدي. اه انت تمام. انت لو لاحظت اصلا، هيجي يقول لك طب احنا ليه اصلا بعد كام سلايد كده، 3 سلايد، هيجي يقول لك انت ليه اصلا بتاخد الماب ريديوس؟ ليه انت بتاخد الماب ريديوس؟ بتستفيد منه ايه اصلا؟ كل الفايده منه اللي انت بتعرف بيزكس كويسه. انت يعني لولا الماب ريديوس ما كنتش هتعرف ان الايتريتيف بروسيسنج مش شغال فيه، شغال مع الفلينك او مع السبارك. انت ممكن كنت تقعد تشتغل فلينك وسبارك وانت مش عارف اصلا الايتريتيف بروسيسنج بيشتغل معاهم. فاهم؟ فهو مم. بيجهزك لحاجه قدام، بس يعتبر كبيزكس. خش على اللي بعده. خش على اللي بعده. كان الاستريم الستريم بروسيسنج. بص هو حوار، بس انا هحاول يعني اقول لك قصه كده بسيطه. تمام، الستريم بروسيسنج هو عمليه انا عايز اعمل بروسيس للبيانات دي. حدث موجود دلوقتي، بيحصل دلوقتي اصلا، ده بشكل مستمر، هديك متزامن يعني مع الوقت. انا هقول لك بقى مثال من اللي ياسين بيحبهم. ياسين، انت لما بتيجي تتفرج على ماتش الكوره، ايوه. جميل، ماتش الكوره انت بتتفرج عليه، مثلا الاهلي والزمالك، والاهلي كسبان الزمالك 6-1. جميل، فانت شايف يا ان الاهلي سلام. دلوقتي بيلعب وبيباص الكوره وبيروح وبيجي. طب انت شايف ده ازاي؟ انا هقول لك، الكاميرا بتصور لك الملعب، الصوره اللي جايه لك دي بتبقى على هيئه بيكسلز. البيكسلز دي بتبدا يحصل لها بروسيسنج، بس خلي بالك، بس واحده واحده. انت لو لاحظت ان احنا جات لنا انبوت، الانبوت دي هي البيكسلز بتاعت الصوره. بعد ما جت دخلت في الكاميرا وبدات تمشي عن طريق الداتا وحاجات كده والسيرفرات والحاجات دي كلها، حصل لها بروسيسنج. البروسيسنج دي بدات تعالج الداتا وتنقي لك الصوره وتظبط لك في الالوان اكتر وبتاع. بس هي مش يعني بتظبط في حاجات الالوان والحاجات دي، لكن الناس اللي بتلعب والحاجات دي اكيد ما بتعرفش تحركها عشان دي حاجه لايف شغاله. وفي الاخر مم. بيجي لك الصوره على التلفزيون. البيكسلز دي كلها بتتجمع على التلفزيون عندك، على ايه؟ على التلفزيون، وبتبدا تشوف الملعب اللي بيلعب. طب انت لو لاحظت اللي دي ريل تايم، اللي انت بتشوف الريل تايم دي حاجه اسمها ستريم بروسيسنج. انت بتشوف الحاجه دلوقتي وبتاخد معاها اجراءات بسرعه وفي نفس الوقت. انت مم. فاهم؟ وفي نفس الوقت في اللي حاجه هو انا باخد من اسمها هنا اطلع من هنا على طول. بالظبط، في حاجه اسمها distribution and scalability ده اللي هي التوزيع والقياس. اللي هو انت بتوزع، يعني بتجيب الداتا كلها من المكان اللي بيحصل فيه الحدث ده، وبتبدا توزعها لي وتقيسها لي كلها وتجيبها لي عندي، وتوزعها بقى لكل الناس. مثال تاني، لو انت عندك مثلا في المترو او حركه المدن، عندك الكاميرا بتاعتك اللي شغاله، انت بتشوف الكاميرا بتاعتك دي، بتشوف ملايين من وشوش الناس. فاهمني؟ وبتشوف الحته اللي فيها زحمه والحته اللي فيها يعني الحته اللي فيها زحمه والحته اللي فيها خناقات وكده، وبتروح تبلغ الناس اللي قاعده على الكاميرات وكده، بتشوف المسؤولين اللي هم بيتفرجوا على الكاميرا والناس على حاجه مم. اسمها اللوحات الالكترونيه. هي دي زيها بالظبط، بتاخد الداتا من الناس اللي في الشوارع وبتبدا توريها لك. بتطلع لك إيه؟ انت بقى تعرف تطلع منها مثلا، انا كعبد الله انت شفتني مثلا في كاميرا في الجيزه وانت قاعد في التحرير، بس انت عارف، خدت معلومه ان انا عبد الله ده فين في الجيزه، صح ولا لا؟ صح. الداتا دي بقى يعني حته قدام قوي كده شويه، تبدا تشتغل على حاجه اسمها كمبيوتر فيجن. ايه الكمبيوتر فيجن دي؟ نوره ونيره كانوا حضروا والميتي كانوا حضروا اي تريبل اي الايفنت، فهم ممكن يكون عندهم فكره. اللي هو انا على الكاميرات دي
فاقدر احط الجوريزم ماشين ليرنينج او كمبيوتر فيجن طيب ماشي بحاجه ماشي، سؤال بس حاجه اسمها معلش، ايمج لما بروسيسنج. نورا، سؤال بس، لما نورا ونيرة حضروا الاي تريبل اي، كان مين اللي شايلك الشنطه يا عبد الله؟ وانت، انا اسف ده اظبط تاني يا عم. يوم. انا اسف. ماشي يا عم. فالمهم فالصور والحاجات دي كلها بتبدا تتحول عندي كداتا، وشوش الناس والبصمات والحاجات دي بتبدا تتحول عندي كداتا. فانا ممكن مجرد ما اشوف وشك اعرف الاي دي بتاعك، وانت ساكن فين وعايش فين وبتعمل ايه ورايح وجاي منين وكل حاجه. تمام. دي في حته بقى الماشين ليرنينج والاي اي لما يبدا يخش مع البيج داتا اكتر. غير السلايد كده. حد مش السيرش فاهم لسه. الحته دي؟ السيرش السيرش عباره عن في حاجه اسمها سولار سيرش. ده بلاتفورم دي اتعملت، الهدوب هو اللي عاملها. جميل. ده بتستخدم حاجه اسمها الاليستيك سيرش. دي بتعمل ايه؟ دي مجرد انت بتسرش عن الكلمه بتطلع لك ملايين من الداتا عن الكلمه دي. زي مثلا جوجل، انا اديك مثال يعني مش السولار. انت مثلا لما بتكتب مثلا تقول مدريد، بتجيلك ريال مدريد ولا بيجيلك يعني، او اكتب ريال بيجيلك ريال مدريد ولا ريال بيتيس ولا ريال سوسيداد ولا فاهم؟ بيجيلك ملايين من الداتا، ملايين من حاجات الريال انت ريال مش محدد له ساراكوزا. ايه بالظبط. فهي ايه ريال ساراكوزا. بالظبط. ودي برضو بص في حاجه بتقول لك معلومه بس عشان الناس اللي مش فاهمه، دي انديه كوره يا جدعان كلها في اسبانيا، اسمها ريال كذا ريال كذا. كم؟ كذا ريال يعني. في الاليستيك سيرش دي بتبدا بيقول لك كده از يوز الزو فور انفورميشن ريتريفل. الانفورميشن ريتريفل انت عشان مش عندكم انفورميشن ريتريفل. الانفورميشن ريتريفل بتبدا تتعامل مع داتا انستراكشر. كل الانفورميشن ريتريفل بيتعامل مع داتا انستراكشر. فانا لما بكتب ريال بتجي لي كل صور. انا زي ما قلت لك الداتا الانستراكشر هي الصور والفيديوهات والفيديوز والاوديوز. والريكوردز. بالظبط. تمام. فانا بيجي لي كل الصور وكل الحاجات دي كلها. لكن مثلا هيجي لي بقى كود ريال مدريد ازاي؟ انا مش بتكلم عن داتا ستراكشر، انا بتكلم عن داتا ان ستراكشر اللي هي الانفورميشن ريتريفل بتبدا تتعامل معاها. فدي بوينت كده يعني ابقى خلي بالكم منها. طب معلش ما فهمتش البوينت بقى دي. بص انت الانفورميشن ريتريفل، جميل، دي ماده عندنا مش عندكم انتوا. الماده دي بتتعامل، الانفورميشن ريتريف دي بتتعامل مع الداتا ان ستراكشر داتا، مش بتتعامل مع الستراكشر والسيم ستراكشر. ايه هي الانفورميشن ريتريفل دي؟ يعني ده الجوريزم ولا ده باترن ولا ده ايه؟ لا ده تقدر يعني ده اسم. يعني مثلا عندك الانفورميشن ريتريفل دي بتنقسم لحاجات. جميل. ايه هي الحاجات دي؟ كذا اكستريم. يعني في حاجه اسمها بيرسونال انفورميشن ريتريفل، دي زي الايميلات اللي بتجيلك دي بيرسونال. في حاجه اسمها انتربرايز انفورميشن ريتريفل، دي زي الكوربوريت اللي هي الشركات الكبيره. حاجه اسمها السيرش انجن زي جوجل، مايكروسوفت، الحاجات دي اللي هي سيرش. فانت لما فهمت. فاهمني، فانت عندك اه الانفورميشن ريتريفل دي بيتعامل مع داتا ان ستراكشر داتا. طب معنى كده ان هي مش بتتعامل مع ستراكشر وسيم ستراكشر؟ لا بتتعامل، بس هي اصلا اتعملت عشان تحل البروبلم بتاع الان ستراكشر داتا. يعني فهمتوا؟ مثلا جوجل ده انفورميشن ريتريفر. بالظبط. سيرش انجن طلع لك بيطلع لك دلوقتي. بس استنى، انا جوجل زي ما قلت لك جوجل الحاجه حديثه قوي. فاهمني؟ فهو ده بيطلع لك داتا سيم ستراكشر وستراكشر. فاهمني؟ بيطلع لك كل انواع ايوه. الداتا. بس زمان مثلا لما تيجي تتعامل مع حاجه زي كان اسمه ايه بتاع الصور ده؟ أنا عندي سؤال. كان في برنامج كده سين بتاع صور. مجرد ما بتكتب له حاجه كلمه بس بيطلع لك صوره معينه. لو كتبت له ريال مدريد هيطلع لك صوره ريال مدريد. فهو بيتعامل مع اه الستراكشر داتا. ده فاهمني؟ انفورميشن مش بيتعامل. ريتريفر. بالظبط. دي هي الانفورميشن ريتريفل بشكل مختصر. أنا عندي تمام. سؤال. قول يا جو. اسال. دلوقتي هو يعني السيرش فيه نوعين، نوع اسمه سولار سيرش بلاتفورم ونوع اسمه إليستيك سيرش. لا افهم. السولار سيرش ده السولار سيرش ده بلاتفورم الهدوب عمله. يعني الهدوب عمل حاجه اسمها بلاتفورم اسمها سولار سيرش. جميل. تمام. الو، سامعني؟ تمام. أيوه. فالسولار سيرش ده كان اسمه ايه ده؟ ثوانيه واحده. انت لو كتبت سولار هيجي لك السولار ده يعني الموقع بتاعه على جوجل يعني. ثانيه عشان البتاع قفل.
سلايد اب. طب بص والإلاستيك سيرش ده تول. الالاستيك سيرش ده بقى تول جوه السولار سيرش. بيعمل ايه؟ مجرد ما هتديله الكلمه هيطلع لك ملايين من الداتا عليها. طب مم. دلوقتي ملايين انا من الداتا، من الانفورميشن يعني. من الترجمة كده بيقول لك ان السولار سيرش ده هو بيشتغل على هدوب كلاسترنج، بس بيقول لك ان هو اندكسنج دوكيومنتيشن موجود فين ده على الاتش دي اف اس. فبيقول لك ان لما اجي اعمل سيرشنج كويري بعمل فروم اندكسنج ستورد، يعني لما باجي اعمل سيرش بناء على الاندكسنج ستورد اللي موجوده في الاتش دي اف اس. ايوه، انت عارف ايه الاتش دي اف اس اصلا؟ ايوه، ده المكان اللي بخزن فيه اللي هو الهدوب ديستريبيوتد فايل سيستم. بالظبط هو ده. طب ماشي، ما ده تبع الهدوب، انت يعتبر ده كانه تولز جوه البرنامج. انت فاهم؟ ايوه، انا اقصد ان السيرش المفروض اللي هو السولار سيرش ده لما بيجي يعمل سيرش بيعمل كويري سيرش بالاندكس اللي موجوده في الاتش اف اس. لكن بين الاليستيك سيرش ده هو بيقول لك از يوزد از انفورميشن ريتريفل. يعني ده بقى اللي انت بتتكلم عليه ده زي جوجل ايجنت بقى وسيرش وكده. ما فاهمك. انت عندك السولار مش بيتعامل، يعني مش معنى ان السولار بيبقى بتعامل مع داتا ان ستراكشر، لا بالعكس. ما الاتش دي اف اس بتتعامل مع اصلا ان ستراكشر، مع ستراكشر داتا. جميل. فهو البلاتفورم ده بيدعم الاثنين، ان ستراكشر والستراكشر داتا. انت جرب سرش على الموقع بتاعهم، هتلاقي فيه اكواد بتكلم جوه في وهتلاقي فيه حاجه صور واحده. وحاجات. الاتش دي اف اس ده دي حاجه متخزنه عندي على الجهاز. حلو، ما احنا ما اختلفناش في دي. انت ماشي منزل يعني. الهدف كله. ايوه، ده لما اجي اعمل السيرش فانا هعمل سيرش بناء على اللي موجود عندي في الجهاز. الاليستيك سيرش ده بالظبط. بقى اللي هو الاونلاين، الحاجه اللي بره بقى. مم، مش عارف عشان ما افتيش فيها. مش ده اللي عارف الحاجه فهمته من الاونلاين ولا الترجمه. لا. طب يعني لو حد قرأ ترجمه ممكن يحسها او يفهمها كده. قول كده يا يوسف، انت قلت انا ايه تاني؟ قصدك ايه؟ بص، انا اللي فهمته ان بيقول لك ان بص من الترجمه بيقول لك ان السولار سيرش بلاتفورم ده شغال على الهادوب كلاستر، بس بيقول لك ان هو اندكسنج دوكيومنتيشن. يعني انا عندي دوكيومنت مترتب باندكس معين، لما باجي اعمل سيرفنج سيرش كويري فروم اندكسز ستورد ان هدوب، يعني السيرش اللي انا بعمله من الاندكس اللي متخزن على الهدوب. تمام، ده ماشي. اللي فهمته. الاليستيك سيرش ده بقى ده اللي بيقول لك اللي هو معروف ايضا باسم الانفورميشن ريتريفل، ده اللي هو عامل لا، زي مش جوجل معروف ايجنت. ايضا، بيقول لك is used also، بيستخدم او ايضا. هي اللي هو يعني اللي هو انفورميشن ريتريفل، يعني اي علاقه زي ما بكتب ريال يجيب لي كل حاجه ليها علاقه بريال. حلو، بس ده لما بتكتب كده مش بتكتب على اي بلاتفورم او على اي حاجه، لا انت بتكتب على السولار. دي حاجه جوه السولار. تمام تمام. بس يا فاهم؟ دكتور. ماشي. سؤال بس معلش كده، سؤال بدائي شويه. انا مش فاهم قول. ايه الاتش دي اف اس ده بروتوكول ولا ده سيرفر ولا ده ايه بالظبط؟ بص، هو ال HDFS عامل زي الجوريزم برضو. ده عامل زي لا الهدوب، لا لا، اسمه هدوب مش ديستريبيوتد فايل الجوريثم سيستم، يا مش عبد الجوريزم. الله. هو ما مش عارف اقولها لك طب استنى، ازاي. انا هقولها له. بص هي يا جزء ياسين. من الهدوب، جزء من الهدوب تقدر تقول عليها كده، او هو يعني ايوه، الهدوب الجزء اصلا. ده بتاع ايه؟ جزء ايه يعني؟ هو عباره عن بص يا ايه؟ ياسين الهدف ايوه. ده البرنامج الكبير مقسوم نوعين، او مش نوعين، جزئين. جزء اسمه ال HDFS ده المسؤول عن الاستورج، ده اللي انا بخزن فيه الداتا سيت بتاعتي. ده تمام. كانه فايل كبير كده بالظبط. بخزن فيه الحاجه. الجزء التاني بقى من هدوب البروسيسنج اللي هم مين الثلاث حاجات بتوعنا، الماب ريديوس والسبارك والفلينك. ايوه بس ايوه ايوه م- ايوه ايوه. بس استنى، مش دول بس، في حاجه اسمها يارين برضو يعني. يعني اليارن في دي بقى حاجه. اللي هو ده المنظم بقى، ده اللي بقى اليارن اللي يعني. بيتحكم. اليارن ده هنقولها اللي قدام. بيتحكم ما بين الاثنين. لا هنقولها ما تسبقش لا لا، الاحداث. مش دي. استنى بس. هنقولها. انزل خلاص، احنا كده خلصنا طيب. الباترنز. في قبل في بقى ما شويه تبدا في باترنز السلايد تاني دي، عايزين. قبل ما تبدا في السلايدز دي، قول. من فضلك ممكن اروح التويليت واجي؟ روح، بس استنى، بس في حاجه عايز اقولها وبعد كده روح. طيب قول. في شويه باترنز تاني. يعني الريل تايم بروسيسنج ده باترن لوحده، وعندك الجراف بروسيسنج ده باترن تاني لوحده، وفي حاجه اسمها ماشين ليرنينج باتل ده جراف لوحده. الاي تي ال اي تي ال دي تولز معينه. دي بتعمل ايه؟ دي مجرد ان انت بتجيب الداتا من كذا ريسورس وبتبدا تجمع الداتا دي وتنظفها وتخليها في ريسورسز واحد. يعني داتا جالك اس سي اس في وجيس وسيكوال وحاجات كتيره، سواء كان ستراكشر وان ستراكشر. جميل. وانت بتبدا تجمعها وتنظفها في داتا واحده في سورس واحد وتبدا تشتغل عليه. هي دي الاي تي ال يعني. دي بقى شويه تولز ممكن تبقى تدوروا عليها.
موجودة في الكتاب يعني في كتب تانية. روح يلا يا اروح سيدي. ماشي اه اتفضل. روح. نورة ونيرة ونوران نام. لا انا معاك اهو، فاهمة؟ معاك بس عايزة افتحها عشان صوت العربيات. زي الفل. لا مفيش صوت عربيات حواليك. بجد انا قاعدة جنب البلكونة. طب دلوقتي يا عبد مفيش، الله عاوز لا. افهم يعني قول. الباترنز دي بنزلها وبتشتغل مع الماب ريديوس ولا هي ما بتشتغلش مع الماب ريديوس؟ لا بص، انت لما بتيجي تنزلها يعني انت عندك في حاجة زي الستريم بروسيسنج دلوقتي بقت تشتغل على الماب ريديوس. جميل، بس يعني يبقى اكيد يعني مش دي نفس اكستنشن الريزلت اللي هتطلع لك. بنزلها الماب ريديوس بيتعامل معاها بس مش بقوة الشراء الاف لينك والسبارك. الثانية بالظبط. يعني تمام. حتى هتلاقي السلايد اللي بعديها يقول لك ليه احنا بنخدم ماب ريديوس زي ما قلت لك. هي بيسكس بتبدا تعرفك الباترنز بتوعك اللي شغالين على الجهاز، بتبدا تتعامل مع حاجات اكتر، سواء كنت ماب ريديوس بس في الاخر مش فعاله، طريقه مش فعاله. اه. فاهمني؟ يعني انت دلوقتي مم. هتلاقي حد بيكتب بلغه، اول لغه طلعت كان انت بتشرحه اسمها من غيري؟ اسمها لا مش ده في بشرح، انا قلت اللفات. له حاجه. في لغة كانت موجودة في مادة الكونسبت اسمها، لسه اسمها ايه؟ أول لغة برمجة طلعت محدش دلوقتي بقى يستخدمها، اللي هي اللغة اللي ما بين الكومبايلر والزيرو رانز. يعني الإصفار الوحيد اللي اللي هم بيتحولوا الاسمبلي. عندك الأسمبلي. جدع، الأسمبلي هي دي اللغة اللي ما بينهم، دلوقتي محدش بقى يكتب بيها. احنا دلوقتي بناخدها في الكلية مش عارف ليه. ايه هي اللغة اللي احنا بناخدها دي؟ مش انتوا هم في سي اس في مادة اسمها كونسبت دي بياخدوا فيها الأسمبلي، لغة اسمها الأسمبلي. assembly language. اه بالظبط، واللغه دي اصلا انقرضت، اللي هي عامله دلوقتي تقدر تقول عليها اللي هي ماب ريديوس. معظم الشركات دلوقتي بقت تنقل على يعني شغاله سبارك عشان فلينك لسه طالع جديد. عشان كده لسه في شركات بدأت تشتغل في لينك كتير، بس يعني عشان السبارك بقى له فتره اكتر وبقى في تولز اكتر يعني. انزل يلا يا سيدي. هنا احنا قلنا هنا الماب ريديوس، ليه بنذاكر الماب ريديوس؟ عشان من الاخر هو يعتبر ديستريبيوتد انجن. يعني ده يعلمك ازاي يعني الهدوب بيشتغل، بيوريك يعني بيديك من الاخر البيزكس بتاعت البرنامج بشكل كويس. هو ده هو ده عشان كده احنا بنتعلمه. ايه اللي بيأسي ازاي تبدأ طبعا بتتعامل مع الداتا سيت فيه، وازاي تاخد من اخر اكسبيرينس. ماشي. في حاجة بقى اسمها الماب ريديوس انجن. ثواني. ريديوس انجن دي كانت عبد الله، هو انت لابس سماعة؟ اصلا ليه؟ طب يبقى خلي المايك قريب من بقك على طول عشان ساعات بيبعد قوي. حاضر. هنا ما احنا تسمعنا حاجة يا عبد قلنا الله زي الماب. زمان. حبيبي وانت ماشي خد لا لا، معاك بعد. حكايات. خلاص يا عبد الله، خلاص يا عبد الله، انا ماشي. بهزر. الميتنج متسجل يا معلم، انت ما يبقاش نسيت. ما يبقاش قلبك اسود. عبد اه الله انت ما فكرتش لحظة. ده يا سيدي اه، محدش يكمل جملة. هو يا عيني مكبوت فلما صدق. بس